السلام عليكم، أهلا فيكم في مطبخ تسنيم ماهر. وصفة اليوم حتكون محشي بطاطا. أول حاجة قلبت اللحمة المفرومة لحشوة الكفتة، بحط شوية زيت ومعلقتين سمنة، بدوب السمنة وبعدين بدبل البصلة على النار لغاية ما يصير لونها شفاف. بنضيف لها اللحمة المفرومة وبنحط لها التوابل: زنجبيل، كبيبة صيني، بابريكا، فلفل أسمر وسماق بيعطيها حدوقية وبيحدقها، وبنقلبها لغاية ما يتغير لونها وتستوي معنا. بتكون شكلها زي هيك. وبعدين بنقور البطاطا. أنا عندي مقور على الكهرباء بيسهل التقوير، بس ممكن تتقور على المقور العادي ومش راح تغلبكم كتير، بس المقور الكهرباء لو عندكم اياه بيكون اسهل من المقور العادي. ولما نتقوروا البطاطا خلوا فيها بطاطا، لانه البطاطا زاكية لما بتتحشى، وهي البطاطا اللي طلعت من التقوير اكيد ما بنكبهاش، بتتقلى وبتتاكل وبتطلع زاكية كتير. بعدين بحشي البطاطا باللحمة المفرومة، وبحشي البطاطا حبة البطاطا كلها باللحمة المفرومة. وهي الكمية كلها بعد ما خلصت أحشي حبات البطاطا، وباخدهم وبقليهم بالزيت على النار، وبقليهم على نار حامية لغاية لما يتحمروا، وبقلبهم كل شوية لغاية ما ياخدوا لون من كل الجهات. وأول ما يتحمروا وياخدوا لون حلو بشيلهم عن النار وبصفيهم من الزيت كويس، وأنا بشيلهم وبحطهم في صينية الفرن. وبقلي كل حبات البطاطا نفس الطريقة، وأول ما يتحمروا وياخدوا لون حلو بشيلهم عن النار وبصفيهم من الزيت كويس. وبحط لهم صوص الطحينة. بنحط للطحينة مية وملح وليمون وبنقلبهم، وبصب صوص الطحينة على البطاطا وبركبهم على النار، وبركبها على النار لغاية لما تتسبك. ولما تلاقوا صوص الطحينة تقل معاكم بناخدها وبندخلها على الفرن على الشواية وبنحمر وشها. وهاي خطوة اختيارية ممكن تستغنوا عنها، بس لما تتحمر وشها تطلع أذكى. وبتغرفوها وبتتقدم، وشوفوا كيف طالع شكلها محمرة وبتشهي. جربوها وأكيد رح تعجبكم، وصحتين وألف هنا.